العربية السعودية، البرنامج العام من الرياض. واسم على الساعدين نفس على بدني، واسم على الساعدين نفس على بدني، وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني. سهرة من بلادهم بلاد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم من هنا من المدينة المنورة من عاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام. نرحب بكم بأجمل تحية، وهذه سهرة من بلادي. مستمعي الكرام، نتمنى أن تقضوا وقتا طيبا معنا في هذه السهرة. وفي البداية نرحب بضيوف هذه السهرة. معنا المخرج جميل القحطاني، والجسيس الشاب هشام النهاري، والشاعر رمزي السحري. مساكم الله بالخير جميعا. يا هلا وسهلا استاذ احمد، وحياكم الله استاذ رحمن. وطبعا نرحب بالمستمعين والمستمعات في هذا البرنامج الشيق. يا هلا فيكم. ويخرج هذه الحلقة الزميل أحمد الفريد. طبعا معكم من الإعداد والتقديم الزميل أحمد أبو عزة، ومحدث بكم عبد الرحمن عبد الله الرويس. ونبدأ هذه السهرة التي نرجو إن شاء الله أن تكون سهرة جميلة ماتعة من خلال الضيوف الكرام، لأننا سنتنقل ما بين الحديث عن الفن والتمثيل والإخراج، وسنستمع إلى الصوت الجميل من الجسيس والفنان هشام النهاري، وأيضا سنستمع ونستمتع أيضا بالقصائد النبطية من خلال الشاعر رمزي السحيمي. أهلا بالضيوف الكرام. والآن نبدأ، ربما الأكبر سنا جميل في هذه الجلسة. نبدأ معك المخرج والفنان جميل القحطاني للحديث الحقيقة عن هذه التجربة للمخرج جميل القحطاني سنين طويلة، وأنت تشارك فنان لك أيضا في مجال الإخراج والكتابة. لا شك يعني أن الفن السعودي خطى خطوات كبيرة. كيف تقيم يعني هذه الخطوات، ولا أين وصل الفن السعودي طبعا من ناحية التمثيل والإخراج؟ والله الحمد لله، يعني الفن السعودي له بصمته على المستوى الخليجي والعربي. يعني احنا كنا ولا زلنا تزلمذنا على طبعا الجيل الأول اللي هو الأستاذ سعد خضر، الله يذكره بالخير، الله يرحمه، لطفي زيني، مجموعة كبيرة، طلال مداح طبعا كممثل أيضا. يعني اللي أقصده كان بداية التلفزيون لبعض المسلسلات الأبيض والأسود له بصمته على المستوى العالمي اللي هو المستوى الخليجي والعربي أقصد. فبالعكس الآن ماشي خطوات كبيرة جبارة، واكب عصر التقنية، ما شاء الله بدأ ينافس بقوة على المستوى الخليجي والعربي. لو لاحظنا بعض حتى المسلسلات الرمضانية استقطاب كبير من جميع الدول، يعني يشاركوا مع مسلسلات سعودية. ما كنا نسمع الكلام هذا قبل يمكن ربع قرن. الآن ما شاء الله بشكل كبير بيشاركوا معنا من العالم العربي، يعني هذا معناته خطوة كبيرة جدا. في أسماء في المدينة لها دور ريادي في المسرح، زي الأستاذ أبو رباعية وكذا، وأيضا طبعا من خلال المشاركات في الجنادرية. طبعا لازم يعطي الناس هذه حقها. طبعا أكيد. الله يرحمه الأستاذ أحمد أبو رباعية. اي والله استاذ، يعني له فضل كبير على كثير من الفنانين في المدينه بالتحديد، وله بصمته اللي ما يعني ابدا ما حد ينساها، يعني على مستوى المنبر.
ومشاركاته اللي كانت طبعا خارج المملكة. فالرجل هذا قدم العديد من المواهب، منهم هشام خزان، منهم زار خيمي، الله يرحمه وجدي، فنانين ما ينافسوا. يعني الآن أنا بشارك في مهرجانات، أنا جيت بعدهم، يعني بعد جيلهم، جيت في جمعية ثقافة المملكة السعودية. فلما كنت أشارك في الجنازية وأطلع مسرحيات يسألوني عن العالم هذه فينها، يعني معناته بصمته ما تنسى، يعني موجودين. هو تفوق في المسرح طبعا أكيد. يعني صراحة جامعة أنا أعتبره أستاذ أحمد الله يرحمه جامعة للفن بشكل عام، كنا نستفيد منه يعني في ملاحظات في أهداف. أنا صراحة الرجل هذا عرفته يعني أول ما تعرفت عليه جابني كمساعد مخرج، وكان بيسمع عني ولي مشاركات. فأول عمل لي معاه كنت مساعد مخرج الله يرحمه في مسرحية الأطفال قدرناها في المدينة اسمها كتكوت كتكوت والثعلب المصلوب. لا أقول اسمها ثاني اسمها صعب شوي. والله شوي كتكوت وكتكوت والثعلب المصلوب. برضو ما ننسى كمان دور الأستاذ سعود طبعا، ولا زال لحد الآن هو مستمر. طبعا أنا طبعا تلمذت على يد الأستاذ سعود قطار الله يذكره بالخير ويمسيه بالخير، ولا زال يعطي الأستاذ سعود. طبعا نستفيد منه ومن تجاربه، وأي عمل أنا أقدمه طبعا أستشيره فيه. فهو أستاذ، يعني هو اللي زي ما يقول طلعنا مو السلم الموسيقي، السلم المسرحي خطوة فعلا. يعني وكمان ما شاء الله عليه متعدد الأنشطة، وكمان في الرياضة ولا وشاعر تعدد المواهب، شاعر كبير يا الله. بما أننا نتحدث أيضا عن المواهب، معنا موهبة جميلة الجسيس هشام النهاري. يعني قبل السؤال والحديث عن المجس وما إلى ذلك نود أن نسمع بداية منك أحد المجسات. طيب. هو عندهم أساسا الجسيسين يعني دائما إذا كانوا بيبدأوا في حاجة عندهم حاجة ترحيبية، أكيد نسمع شيء ترحيبي. إيه فنسمع شيء ترحيبي. طيب شيء ترحيبي. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أرحب يعني بالمستمعين والمستمعات، يعني أحب أشكر الإذاعة إنه أتاحت لنا هذه الفرصة أول شيء. طيب أنا كنت محضر حاجة كده للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب خير ما نبدأ به. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، وقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم. الله إن شاء الله. لما إحنا كنا صغار إذا حضرنا مناسبات الأفراح، وهي عادة ما كانت تكون في الحارة، الناس بتتجوز يعني في بيوتها، كان نسمع حاجة يسموها خطيب ومجيب. الجسيس هذا يعني ما زمان يعني صحيح. إيه. فإيش الخطيب وإيش المجيب؟ وليش لازم العريس إذا كان يروح لعروسته في ملكة لازم يتقدم الخطيب والمجيب؟ طبعا الخطيب والمجيب هذه يكون الخطيب في الغالب مع أهل العريس ورايحين يخطبوا طبعا، وهو يتقدم أهل العريس ويطلب كأنه هو اللي بيخطب. يخطب بلسانه. ايوه بلسانه طبعا، بالصوت حضر مجهز كلمات طيبه يمدح فيها اهل العريس ويمدح فيها بعدين اهل العروسه. عرفت كيف؟ انه احنا جايين ولدنا فلان الفلاني من العيله الفلانيه، هذا كله بيقوله بنفسه، بيذكره بنفس المجلس. عرفت؟ يمدح اهل العريس، بعد كده يمدح اهل العروسه اللي هو جاي. المجيب طبعا بيكون مع اهل العروسه، بيرد على الخطيب هذا بالموافقة، بيرحب بيهم. أول شيء برحب بالعريس وأهل العريس، وبعد كده يبدأ يمدح بأهل العروس اللي هو عندهم، ويمدح بأهل العريس اللي هم جاي.
ويرد إذا كان بالقبول. ايوه وطبعا القبول طالما أنهم هم توجهوا. ما دام جاب الجسيس خلاص. لا زالت الآن يعني بعض الأسر بتستحضر الذكريات يجيبوا خطيب ومجيب. طبعا أنا أشهر واحد كان في المدينة اللي هو صالح عمر يعني. ما شاء الله عالم يعني. اكيد كانوا يعني دائما إذا الناس رايحة تخطب كانوا يقدموا صالح عمر. انا والله طبعا لو قطعت حديثكم، طبعا حضرت مناسبات لاستاذ هشام النهاري معانا في المدينه، وشفنا يعني ما شاء الله جروب معاه من الجساسين ومن المنشدين. بصراحه انا شهادتي فيك مجروحه استاذ هشام والله، وشفنا اشياء حلوه صراحه ما شاء الله. متالق في المدينه وبدا اسمه يلمع اكثر واكثر يعني. ما تستفيدوا منه في التمثيل؟ اكيد. وانا ليش انا اقول الان كذا نتشرف لا يعني ملاحظ عليهم انهم هم يواكبوا العصر. لانه زمان كان يعني الخطيب او المجيب اذا كان السديري والغباني، الان لا الشباب بيطور هذه الفكره وبتلاقيه بيؤدي في المناسبه عده فلكلور يعني عده فلكلور من الالوان الفلكلور. اذا كان مزمار لبسه، اذا كان الخبيتي لبسه، يعني بيحاولوا يكون لي لبس. هذا بالعكس احنا بنحاول نجمع من كل لون نجيب أغنية أو أغنيتين، أساسا العالم كله اللي يرقب يتفرج على الإنباء ويشوف، اللي بيشوف المزمار يشوف، اللي بيشوف الزفات المدينية كيف كانت تسير وكيف الأشياء الجديدة اللي بتصير. احنا طورنا احنا في الأشياء بين القديم والجديد، يعني صرنا نجمع بين الاثنين. أيوة. إن شاء الله حنسمع منك هذه الأنواع اللي ذكرتها في حديثك. طيب. لكن دعنا ننتقل أيضا لشاعرنا رمزي السحيمي الذي يشاركنا في هذه السهرة الجميلة. ورحب بك شاعرنا رمزي. الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا. أشكر الإخوان وأشكر الإذاعة على استضافتهم لي. طبعا رمزي يعني ربما الحديث معك دائما يكون بالشعر. نعم. أنت شاعر نبطي ولك الحقيقة العديد من المشاركات ولك العديد من القصائد، لكن بما نتحدث عن الشعر دائما الناس تحب تسمع من الشاعر شعر وليس كلام. أكيد نعم. فإيش حسمعنا بداية يعني؟ والله أنا حسمعكم قصيدة وطنية سبق أن ألقيتها أمام أمارة المدينة في حضور الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز. الأمير السابق طبعا. نعم. القصيدة طبعا هي شيء أنا جبتها في البداية أمام الأمير شيبة، وهي سلامة الملك. الحمد لله واشكر بعد العنا بعد الغياب، استبشرت بالخير والفرحة على وجناتها، قامت تزف الورد وتسوق على متن السحاب، وتستفزع القايد بعد ربي على حاجاتها. يا قايد الأمة يا أبو متعب يا دواس الصعاب، يا مروي العطشان من كفك ومن مداتها، يا سيفان البتار يا جالي عن الشعب الضباب، يا ناصر المظلوم يا عز الوطن وحماتها. يا سيدي مهما كتبنا الشعر بسطور الكتاب، ما نوفي حقوقك ولو نكتب جميع أبياتها، لكنها أوضاع العرب ما تسر يا عز الجناب، وانت وسيع العرب ومحنك على ساداتها. يا سيدي بين الجذور جذور يغشاها التراب، وإن كان ما العرق ارتوى تموت من لوعاتها، وانت الشبل من قام فيها واعتزى فوق الهضاب، وقد السفينة وركدت وسط البحر موجاتها. يا سيدي ورا الحدود كلاب تنبح للكلاب، ويرقص لها الشيطان وسط الدار يبغى صواتها.
أهل الفتن دسوا لهم جاسوس وعلوج ذباب، وحنا لهم يا سيدي بأمرك وعزك ذاتها، ويا سيدي حنا تراها روسانا ويا الرقاب، تفدى تراب المملكة والدار من روعاتها، وتفداك يا شيخ الشيوخ أرواحنا والعمر طاب، مدام في شوفتك مستانس ومن عاداتها، تفرح لي يا شافة حبيب الشعب من بعد غياب، راجع وهو بخير مستانس بعد غيباتها، والحمد لله بعد ما جانا وثلج الصبر ذاب، تعطرت له وغسالت خديناها دمعاتها، وقامت تزف الورد وتسوقه على متن السحاب، وتستفزع القايد بعد ربي على حاجاتها. بسلامتكم. صح ما شاء الله. مو لازم يكون في الشيلة حوار بين شاعرين؟ لا مو شرط. لا الشيلة هذا إذا كان يعني فن الحداية، يعني هو بيكون في شاعرين زي تقريبا هو زي نظام الجسيس أي نعم، يجون في الحداية يعني في زواج معين أو في حفل أو في مناسبة تقدمون نص في أبيات معينة، يعني بتقدم فيها الناس اللي يجون الضيوف لأهل الحفل، يشكروا جبنا لكم مثلا كذا كذا كذا، نفس يعني فن الجسيس أو يسمى الحداية. أيوة نعم فن الحداية، ويردوا عليهم أصحاب الحفل في نفس القافية وبنفس الوزن، يكون شاعر يعني حاضر بحاضر، زي تقريبا زي فن شعر المحاضر. طبعا حقيقة يعني القصائد الوطنية لها وقع جميل في النفس، كانت تتحدث عن هذا الوطن الغالي. نلتقي إليك المخرج الفنان جميل القحطاني، والمشاركات الأخيرة ما حدثت عن مشاركات إيش كانت؟ والله طبعا أول شيء رمضان والحماسة بعلق على الشاعر طبعا سيد طمسي، إن شاء الله يعني اسمه يعني رمز الشعر رمز بإذن الله، وإن شاء الله يعني في بداية ما بسمع القصيدة الآن يعني حس عميق، يعني حس وطني كبير يعني، ونشكر على التقديم. طبعا لو أنا يمكن تعديت مرحلة إيش صرت أنا مذيع نعم لكن تلعب الدور، العين ما تلعب على الحاجة يعني. هذا واجب وطني لنا جميعا. ربما قصيدة يعني تزينت يعني بمدح خادم الحرمين شيء، فيعني كان له يعني هذا الوقع. نعود لك فنان ومخرج جميل القحطاني، يعني الحديث عن مشاركاتك الأخيرة. طبعا رمضان السنة هذه أنا اعتذرت عن كذا عمل، وكانت عندي مسرحية تقريبا نص شعبان، بس الشديد يعني الوقت كان طبعا مشاركتنا كانت مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كانت منافسة على مستوى المملكة، فقدمت مسرحية اسمها ضربة معلم، وكانت من تأليفي وإخراجي، شاركوا معنا نخبة من الشباب الموهوبين لأول مرة يمكن يطلع على المسرح، بس كنت أنا خاش بتحدي يعني، وصراحة الحمد لله يمكن لأثلج صدري حصلنا على جائزة واحد من الشباب إنه أخذ أحسن ممثل، فالحمد لله التحدي كان زي ما يقولوا قدة يعني. كأنك متوجه للمسرح؟ والله لأني غبت فترة عن المسرح، يمكن سنة ما شاركت مسلسلات تقريبا، اتجهت مرة ثانية للمسرح لأنه أبو الفنون. أنا أعتقد إنه أخوي الجميل إنه المسرح حيكون طالما إنه هي يعني مجرد مسرحيات من خلال رعاية الشباب أو التعليم أو جمعية الثقافة والفنون، ما يمكن يتطور أو يتقدم. يعني أنا ما راح أقول مسرح تجاري، نعم، ولكن ليش ما الواحد يجي يقطع التذكرة ويدخل يتفرج على هذه المسرحية؟ لما تنظموا يعني حاجة خارج؟ والله أستاذ أحمد شكرا لك على هذا الموضوع والإطلالة هذه، لأنه لا يمكن يكون في مسرح طالما ما عندنا معهد فنون. لما يكون عندنا معهد الفنون زي الكويت، خريجية مخرجين مصورين ممثلين، زي مصر أم الدنيا طبعا مسوين معهد قبل الكويت. طبعا إذا صار المعهد هذا أنا أقدر أقول لك في مسرح، أقدر أقول لك في فن،
100%. الان ما اجتهادات يعني شخصيه يعني. لا انا ما يعني ما اقحم احد ولا يعني اندس احد يعني، بالعكس في مخرجين متمكنين، في ممثلين بارعين، لكن صراحه الكل الان انا بلسانهم نبقى معهد، لابد من وجود معهد. معهد. طبعا هي كان يعني تلمحنا ان هناك يعني اجتهادات شخصيه جدا، وموضوع التذاكر بالعكس كانت فيه محاولات من جميع الفنانين تقريبا، حتى الكبار اللي سبقونا كانت تعمل تذاكر وكانت اشياء رمزيه، لكن فعلا يمكن انا اقول لك كانت في يعني حاجز كبير صدقني انه يكون اذا كان وجد معهد خلاص في مسؤول حيكون متابع الموضوع. هذا الدور ما ترتب العمليه، الدور هذا ما تلعبه بالدرجه الاولى جمعيه الثقافه. لا وزاره الثقافه، لا اقصد جمعيه الثقافه المنتشره. والله الان منتشره المملكه، بس مسرح يعني يروح ويرجع يعني يتراوح، تلاقي مهرجانات فجاه يختفي كم سنه ثم يعود. احنا بنسمع احيانا حيكون في دعم، حيكون كذا. العنصر النسائي لا يوجد عنصر نسائي على مستوى المملكه، حاب يشارك مسرحيات خارجيه في دبي في اي دوله يعني. العنصر النسائي ما في تقريبا يشارك معنا الا بالصوت. بس سيدي خلينا في مسرح الطفل اول شيء. يعني ابدا بمسرح الطفل حقيقي. يعني الان في معظم المناسبات في الاعياد، المراكز التجاريه او الاماكن اللعب زي الملاهي تلاقي عندهم مشاهدات شخصيه، بينادوا بعض الفنانين وبيتفاعلوا صح؟ بيقول له تعال اعمل لي مسرح للطفل، خلي الاطفال يجوا يستمتعوا، عامل جذب للاطفال. لا زالت في فرق وبتنجح هذه، لكن تحيي موهبه. ما اذا كان الطفل فنان ويعني ممكن يصير مخرج مثل الاستاذ جميل، يعني هذا الشيء ده بيخليه عنده جراءه بالضبط. يعني مو شرط انه لازم تكون المسرحيه يعني تبع جهات رسميه، والله حنعمل مسرحيه لحدث معين او مناسبه. لا في شباب ما شاء الله شغالين على مستوى المملكه في منتزهات على مستوى السياحه، يعني مثلا مسرح المفتاحه ما شاء الله كل سنه بيشاركوا. طبعا المنتزهات انا السنه هذه حضرت مع الاستاذ سعد خضر، كنت مساعد مخرج في مسرحيه الباحه قدمناها، كان ما شاء الله فيها حضور، وكان ما شاء الله استمتع الناس فيها حتى في العوائل يعني. بس طبعا انا يعني اتمنى انه يكون فعلا يعني لما اجي اقول في مسرح في ناس يعني تتسابق على التذكره، زي ما بنشوف كره القدم الازدحام هذا والناس اللي ايش نفذت التذاكر مثلا، ابغاها تنفذ للمسرح، يعني المسرح السعودي بالتحديد اتمنى انها تنفذ التذاكر فعلا، اروح انا اضارب للمسرح اني اخذ تذكره يعني. ما هو لازم يكون في دعم للمسرح، مو لازم دعم بس حتى رجال الاعمال صحيح. لازم برضه يكون في شيء جاذب، يعني انتم تسوي دعايات واعلانات في شيء يشد الجمهور عشان يجي. طبعا جسيسنا وفنان هشام الايام هذه ما شاء الله يعني الاحظ يعني الجسيسين لهم يعني ما شاء الله سوق رائج من خلال الافراح ومن خلال المناسبات الخاصه، في انتشار للجسيس. تكلم طبعا في المدينه، واتوقع يعني منطقه هي يعني الحجاز جدا انا الفرح لما صار يجيب فرقه يعني في حساب في هذه الامور، الناس ما تجي كانه يعني بعد الشارع يعني عزة داخل ما في مظاهر فرح يعني. احنا الحين الحمد لله يعني وصلت فرقة الرياض الشرقية، احنا مثلنا المدينة في الجنادرية عدة سنوات بالتالي الحمد لله. أصبح هذا الفن متذوق يعني في باقي مناطق المملكة، صار يعني ارغبوا إنهم يعني يسووا الشيء هذا. يعني صح إنهم يمكن ما عندهم الخبرة فيه ولا يعني وما يعرفوا كيف أصوله مثلا، بس إن يبغوا الشيء يصير يشوفوا زي الأفراح حقتنا حقت المدينة ولا جدة ولا مكة، فيها فرح فيها مظاهر فرح، العالم كلها فرحانة تخش الفرح ما تبي تخرج، انت تنتهي الفرقة تخرج معه. يفرحنا كل حاجة. السلام. هي كذا استاذ الرحمن. والله في زفة هنا نص يعني من الزفات اللي احنا الجديدة اللي احنا بنقولها، طبعا هذه الكلمات يعني انا بسويها طبعا كلنا متزوج يعني ما ما ادري عمها. طيب هي طبعا الزفات تتميز هي حسب الدقة حقتها، يعني في دقات سريعة، في دقات بطيئة، هذه اللي هي يمشوا فيها العريس او العريس او العروسة يكونوا يمشوا
خلاص يلفتوا النظر للزفة، الناس كلها تتجمع، يجوا الناس اللي جوة القصر، اللي جوة الصالات، يجوا يخرجوا يشوفوهم، يجوا يفرحوا معاهم. هذا الجسيس طبعا هو اللي يعرف الاشياء هذه، أيوة. متى يسرع متى متى يحتاج حتى اعتقد ياخذ استاذ عبد الرحمن، اعتقد انه ياخذ اسم اهل العروسه واسم العريس. عشان يركب عليه. في اشياء احنا نعدها مخصص مثلا العريس هذا باسمه وباسم عيلة. يعني في ناس يطلب كذا شيء ما قال لأحد ثاني، بس انت بلا يكون يجي اسم جميل او كذا. لا تورط يعني. استاذ احمد عزه مذيع عن المتألق دائما. طيب انا اديكم كذا مقطعين كذا منها كذا. صلوا على الرسول يا حبابنا، صلوا الليلة فرحتنا وعريسنا زفوا، الليلة فرحتنا وعريسنا زفوا، محلى القمر والله في طلعته اليوم، محلاها من طلع زانت بها الأنوار، محلاها من طلع زانت بها الأنوار. هذه يعني أحد الزفات هذه اللي احنا زفة جديدة احنا تونا مسوينها يعني تقريبا في العيد. هذه تكون يعني لناس خاصين يعني ولا هذا احنا صناعة يعني؟ ساعات في ناس يطلبوا زفة مثلا خريطة، يطلب يعني يقول شيء ما نقال لأحد ثاني ولا الغير. الكلام انت اللي تألفه ولا في ناس أغلب الكلام أنا بسويه يعني الحمد لله. عندي شوية يعني انت تشتغل شاعر ما شاء الله وتلحين يعني طبعا أنا ما أعزف بس إني الحمد لله يعني أقدر أجيب الحان. طيب يا أستاذ هشام يعني معلش على السؤال يعني رغم يمكن أخش في خانة ثانية، لكن قصدي ليه ما تأخذ مثلا من الشيلة يعني تدخلها بحاجة جديدة كذا بلحن جديد يمكن نبطي يعني قصدك؟ إيه ممكن إيه ليش يعني عارف تنوع الفنون بين ليه ما يكون بينكم كذا؟ شوف احنا ما اخفيك احنا نتطرق دائما لمواضيع السامري، احنا بنسوي اغاني سامري ساعات في زفات يعني عندنا احنا يعني مثلا في الافراح مثلا في افراح لما نجي اقول لهم ابغى اسوي لكم الشيء الفلاني مثلا ولا الزفه الفلانيه ولا ابغى اسوي سامري بس السامري حقنا غير السامري مثلا اللي انتم تعرفوه يعني لازم احنا يعني هذا السامري حيقول لهم هذا مو سامري انت خذوه اي هو ما يسميه سامري صحيح. الجسيس اذا اخذت يعني المملكة والتنوع طيب يعني المملكة دولة كبيرة جدا رمية الأقارب، فزي ما هم بيطلبوه في الرياض مثلا يعمل أفراح، أنا في رأيي إنه نفس الفرق المتخصصة في العرض إنه اللهجة تفرق يعني قد ما تحاول إنك تجتهد والتمكن من اللون نفسه يعني صحيح. طبعا هناك تقل الشاعر رمزي، الشعر دائما ربما يكون له دور في حل بعض المشكلات بعض القضايا الاجتماعية التي تكون يعني في المجتمع، فدائما الشعراء يعني يحرصوا أن تكون لهم مساهمات في هذا الجانب. هل هناك قصائد اجتماعية مثلا تعالج مشكلات القضايا؟ نعم في قصيدة يعني عن ظاهرة الكذب سبق أن تقدمت فيها برضو لقيتها عن طريق قناة صدى. قصيدة تقول بروق بقعة كل ليلة لها زناد تضغط على بعض القلوب ويوني وما فيه داعي دام للموت ميعاد للكذب والحيلة وشينا يدني وش عاد لو انه رفيقي وش عاد ولا عده ضد للضد عني ولا صحيب قريب ولا من ابعاد ولا من المضمون منكم ومني العلم ما يصلح بلا ورد وسناد والطيبة للطيبين ابتمني وللرجل كلمة تنحسب حد وقياد يلزم بها لو انها للمطني ومن عادة الرجال للطيبة والراد يارد على العدة القراحة المسني وله وقفة عند اللوازم لها اشداد يقضى اللزوم وحاج بينها تغني ولا يعرف المنه كريم ومزواد ساسه وساس الطيب دايم يبني ولا يهدم الجسر الذي صار بعناد ولا يترك المضمون من كان فني وللرجل حكمة تبني قصور وبلاد الصين من كبر حصين مذني شوف الجمل ثارت جنونه من قراد اسمه جمل لكن روحه يحني والكل فعل فيه مادح ونقاد والصدق به من جاه يعرف سنه. صح. أحد القصائد الاجتماعية. طبعا
يعني الحرص على مثل هذه القصائد يعني اتوقع يعني من الشعر انه يحرص على مثل معالجه هذه القضايا الاجتماعيه، سواء يعني الحاليه والطارئه التي يعني هناك بعض القضايا مثل التفحيط مثل غلاء المويه، يعني قضايا كثيره الشعر يجب ان يسهم يعني ربما الفن بشكل عام. اكيد اتمنى على الشاعر انه يكتب حاجه من الشيلات او من هذا الشعر النمطي لموضوع السرعه، هذا موضوع الشباب اللي هم في سن وجيه، وبعدين يرجع يشتكي يقول لك ساهر. لانه هذا الحقيقه موضوع الساهر. اكيد باذن الكريم والله. يعني قبل امس ان شاء الله يعني في المدينه كان حادث شنيع، يعني توفي 4 شباب يعني مقتبل العمر في مرحله الثانويه، يعني تقطعت السياره الى قطع، فكان منظر يعني حقيقه مؤثر جدا. لذلك ما ذكر اخوي احمد يعني بعض القضايا مثل السرعه الان والتفحيط، هذا يعني موضوع جدا ملح، يكون ان شاء الله اسهامات يعني، ولا ما ترى ذلك استاذ جميل يعني خلال تناول هذه القضايا الاجتماعيه. ابشركم انا كتبت هذا الموضوع الان، مسرحيه اجتماعيه تتكلم عن السرعه والتفحيط واللي قاعد يصير الان، حتى مواكب العصر مع التقنيات الجديده ساهر ويعني بصراحه انا ما ادري غير اقول يعني الشباب يكفي يعني الكلمه هذه بس يفكر فيها وهو يعرف يعني ايش خلف الكلمه هذه. يعني شوف الاباء شوف الامهات شوف صراحه شيء محزن يعني، وسبب ايش؟ سرعه او قطع اشاره او كذا. احنا كتبنا الان مسرحيه ان شاء الله ننفذها قريب اسمها السعد الاكيد، رغم ان احنا بنتكلم عن بعض المآسي وكذا، لكن هي مضمونها هي اسمها حاره السعد، بس احنا طبعا بلورنا المسرحيه الى السعد الاكيد. المسرحيات الاحظ استاذ جميل يعني مسرحيات ما شاء الله تعتمد على الشباب كثير. لازم شوف ولله الحمد يعني حتى لما قدمنا كذا مسرحيه في الجناديه كانوا من الشباب المعروفين الممثلين، انا صراحه امسي عليهم بالخير، مشهورين الان الاستاذ فيصل العيسى، الاستاذ فيصل العمري، الان في شباب البوم معروفين بكثره، كانوا بيشوفوا مسرحياتنا شبابيه بيقولوا احنا مستعدين نشارك بدون اي مقابل. هذا الفنان الحقيقي يعني. فاحنا بنقدم دائما الشباب يعني كثير والله، حتى يعني ممثلين في انحاء مملكتنا الحبيبه لما بيشوفوا اعمال اخر ضربه معلم قدمناها في شهر شعبان الماضي، كانوا كثير بيدوني عناوينهم واحنا مستعدين نجي المدينه ونشارك في مسرحيات اكبر ما نقدر نناقش هذه المواضيع. ضربه معلم فكاهيه ولا تعالج على قضيه معينه؟ والله ضربه معلم طبعا انا اميل للمسرح الكوميدي الاجتماعي، لازم اقدم قضيه تلامس المجتمع، وكنا بنتكلم عن الاحداث اللي صايره الان في الدول العربيه، هذه مضمونه يعني، بس بنجمعهم في الاخير انه مهما كان احنا يد واحده يعني بسيط. طيب ما في مسرح من غير موسيقى تصويريه يسموها موسيقى برضو يسموها يعني تقريبا هي تصويريه او موسيقى يعني بتصور الحدث. نعم طبعا اكيد بتاخذ من الموجود في السوق بعضها. طيب بعضهم لا والله بيألف. ايش موضوع هشام هذا معاكم؟ اذا انتم الشباب ما يعني اذا كان هناك خراج في راجل بيقول لك انا بكتب الناس راحوا والله يعني انا كويس اليوم معي بس يعني هشام ممكن يشوفه هو المخرج جمال الحسين كم تدفع؟ هذا اصله يعني هذا الفنان يعني هذا اجرهم ما في، لكن طبعا اكيد هم الفنانين ما يفاصل يعني ما يكون الهدف الاساسي ولكن كل شيء له مجهود. في ناس متخصصه لهذا العمل ما اعتقد تشتغل في شيء ثاني يعني. هشام سنة ثانية غير الموهبة لا عنده وظيفة أنا موظف أنا وشركة الكهرباء. أي كويس، لأنه الإنسان اللي بيكون متفرغ لهذا يعني بيكون عنده فرقة ومعدات وبعض الأحيان بيستأجر عشان السماعات في مصاريف. إيه طبعا لازم يعوض تعب، لازم يكون وراه تعب. لا وفي لبس كمان
بيفصلوا والفرقة لازم تجدد، وكل فترة تغير أسلاك، تغير سماعات، تغير هذه الأمور. لكن الامور الماديه طيبه معك ما شاء الله. الحمد لله. خلاص هم حيدعمونا في المسرح الآن. أنتوا حتدعمونا في المسرح ولا؟ فأنا يعني أرى أن يكون يعني تعاون شباب زي ما بسبب يعني مد يد وساعد وقدم الدورة الآن. إيه يعني لو الشباب كلهم كل يمين دي في ناس تخصص ديكور صح يعني تكون المشاركة هذه فرصة يعني ربما هذا اللقاء ممكن يعني بينكم. والله انتم مشكورين جمعتونا اليوم. ايه عشان ان شاء الله يكون في تعاون يعني بين الشاعر وبين الجسيس. اتمنى انه في المدينه يعني تكون نجيب يعني فعلا في روح التعاون بعيد عن الماديات يعني على حسب الامكانيات الموجوده، سواء كان في دعم او كان ما في دعم. الوجه ابيض. لا حتى لو لا معليش لا يعني حتى لو يكون الرئيسي يغطي المصاريف ما هو بهدف الربح يعني. ايوه الماده ترى عامل اساس يعني مهم. اذا وجد الدعم ليش لا؟ ما في شيء يعني عمل حينتج بدون ماده. ممكن في جواز الغالي راعيه برضه. هشام طبعا يعني مشترك المدينه بمؤسسين كثر يعني اعلام في هذا المجال يعني من الاعلام اللي ذكرته يعني له مدرسه خاصه يعني تحاولوا ان يكون له هذا او هذه المدرسه من الجسيسين في المدينه. والله شوف انا في المدينه هنا الجسيس اللي اعرفهم يعني الاستاذ صالح عمر استاذ كبير يعني انا اشوفه يعني هو في راس الهرم هذا احد الجسات في المدينه يعني. بس انا تعلمت صراحه ان الله يغفر له ويرحمه الاستاذ محمد امان الله يغفر له ويرحمه من ابناء مكه علم يعني. انا في مره من المرات انا كنت في فرح وكنت انا خطيب وهو مجيب. انا ما قدرت اتكلم صراحه يعني كذا ما قدرت انا ما وشردت يعني بعدت الموضوع. قال فين؟ لاني انا شايف استاذي قدامي انا قاعد اقول الكلمات حقته انا بقول فما اقدر ماني قادر. ناداني قال لي تيجي دحين وتقول قصبه وجابني والله جنب وجلسني وقال لي دحين انت تقول وقلت له انا بقول كلمه يعني انا استحي صراحه. الواحد برضه لازم يكون امام طبقته جدا ما شاء الله تبارك الله من الطبقات اللي هي من النادر انك تشوفها يعني ما شاء الله يعني يجيبوها للمدينه هنا يعني في مناسبات كثير الله يغفر له ويرحمه. تعاون جميل يعني تكون لهم تلاقى يعني يعني مع استاذ كبير زي فعلا انا هذا الشيء اتوقع كانت لها يعني رده ايجابيه. وفيلم الفكره اللي انت الحين انا عندي دائما اتفرج يعني اعتقد كانت الشغله حتروح هو اللي الله يرحمه رجعها هي احترم فيها ورجع الفكره هذه انه تظهر مره اخرى في الافراح طبعا. طيب سمعنا بما ذكرنا الاستاذ محمد امان في موال والله الاستاذ محمد امان انا اديكم مطلع المجلس هذا مجلس الفرح من المجلس اللي حضرت وهو بيقول أيها المحفل البهي تسامى أشرق السعد واستباح الظلام فإذا الليل تحفة من ضياء وبهاء وفرحة تتنامى يعني والله لازم فعلا هذا الحي يحييك. هذا يقول لك لما الناس ما ترد عليك تتفاعل معك يمكن ما تقول المقطع بعد وقت. أستاذ محمد أمان لقيته وقت ليه ما في تفاعل والله العالم تروشت انه ما شاء الله تعرفوا جهوري بالصوت حتى لما يتكلم العالم لو يقول المجلس الناس تسكت يعني انت الحين في افراح تروح تلاقي جسيس يتكلم يجوز الناس مهما يضحك ويتبهدل له بس هو لما يجي يتكلم هو شخصيه انت كجسيس طيب انك تخلي الناس كلها تلتفت لك وانت صح. لا ترى كمان يعني في ناس ايوه اكيد. رمزي دائما الشعر ربما الشعر الغزلي له تذوقي واغلبيه الشباب ربما يحرصون على سماع
القصائد الغزليه. انا ما سمعنا كذا قصيده غزليه. هي قصيدة غزلية تكلمت عنكم اللي سبق أن نشرتها في منتدى البوادي، ذاك بفضل الأستاذ بدر الجريشي. هو اللي طلعني حقيقة على منتديات الشعر، ووصلت بفضل الله ثم فضل، واللي ما يشكر الناس ما يشكر الله عز وجل. والقصيدة الغزلية اللي علق عليها الأستاذ من شاعر مليون يقول: لو صارت الفرقة على كامل الناس، حزني كبي كامل الناس فيني، قلبي كبير وحزني أكبر بالأقياس، ما أدري يزيل أيام ولا سنيني، يا ليت يا ابن الناس ما فيني إحساس، أظن يرتاح الضمير ويليني، لا في حب ساكن بين الأقواس، من شان ما يفرح بنا الشامتيني، وقلبي كما طير على يدين حراس، لفز في الطير قالوا سجيني، سجين غربة يصفق أخماس، بس داس وتشهد على صفقة كفوفه يديني، يون والنات قويات وجراس، والنات كسر بالصدر محتويني، والحال راح ولا بقى غير الأرماس، كنه يقول إن البخت مكتفيني، لا ظنتي عقبه يبي يصير نوماس، لا وكملها حياتي حزيني، حتى بنوك الحب تعلم بالإفلاس، ما عاد فيه قروب للعاشقيني، والله عقبه عفت أنا البيض يا ناس، عفت الحياة وعفت منه يبيني، عليه قلبي مثل بن بن حماس، يلعب بها الحامس على كل حيني، والصبح في عيني يشابه للأدماس، وشلون أشوفه والدمع مغتشيني، تصافقن هموم بقعة على الراس، كن الهموم اليوم هي تحتويني، أمشي ومسح دمعتي مقرب الساس، ما أبغى قليل العرف يلوي يميني، بعض العرب لا شاف بالناس وسواس، يحسب إنه لاقي له كميني، والحمد لله عشت أنا العمر نبراس، أمشي وراسي للسما معتليني، ودقات قلبي مثل عود ومرواس، تقالب وناي في جر الهجيني، على الذي هو سادس الخمس الأحواس، وإذا هوى بالي وروحي وعيني، أكتب لها بدمي على كل قرطاس، وارسم قليب الحب والسهم فيني، والدم نازل قطرتين للأدواس، ومع كل قطرة كلمة تحتميني، وصرت أخلف الكلمة همناها على آس، حتى اشتكت آها على والديني، قالت دخيل الحب فالحب من داس، لكنه كابر وضلعه متيني، مرلحق ويا الربع قدام ينحاس، ومن ينكسر قلبه ترى ما يزيني، يبقى حزين وحالته موجب وما صدنا تقارب يفجر الساكتين. الله سلامة رمزي، انتشار طبعا القنوات الفضائيه المهتمه بالشعر الشعبي، المواقع الالكترونيه في البرامج الإذاعية، زي برنامج نبضة خفوف قبل سنين هذه لها يعني دور في انتشار الشعر الشعبي، هو يعني كما ذكر اخونا احمد يعني فهم الناس لهذا الشعر. نعم والله هذه وصلت يعني شعراء أول ما كان يوصل بسهولة، الآن صار الشاعر مع الإذاعة ومع الإعلام ومع التلفزيون وكثرة القنوات مثل الساحة مثل صدى مثل برنامج شاعر اليوم، البرامج هذه طلعت يعني شعراء كثير، يعني شعراء يعني كانوا زي ما تقول مدفونين ما معروفين، بفضل الله ثم البرامج هذه طلعوا. والله شوف أستاذ رمزي، يعني أنا أفتكر الآن يعني لا زلنا حتى اللي هو في البر بيسمع الإذاعة الآن في الشعر، يعني الإذاعة تمكنت إيصال الناس لحد الزمن هذا ما قدروا يستغنوا عن الإذاعة. الشعراء الآن مشاركاتهم كبيرة في الإذاعة، حتى اللي هو في الصحراء بيسمع، اللي هو في البيت بيسمع، اللي في المطبخ بيسمع الإذاعة، ما بيتفرج تلفزيون. كل وسيلة لها ترى يعني مميزات، ربما الإذاعة تكون يعني أكثر انتشارا من ناحية يعني سهولة أو يعني سهولة الاستماع إليها. وذكرني طبعا شاعرنا رمزي في مسرحية أنا قدمتها في النادية اسمها رحلة لنيويورك، تقريبا كان ده 420، وكنت لاعب دور هوشام، طبعا كان دور شوية إنه مجنون يعني، فقالوا لي ادينا قصيدة من القصائد، فاديتهم عشان شاعر ولا فبقول ايش البارحة جيت اكتب لها كتاب، البارحة جيت يم الباب قلت له تعال فايش ورود كذا تعال. إذا هو هذا الشعر اللي يسمى الحلمتي عشان نعطي لكل يمين حقه. يعني أنا أعتقد سبب انتشار الشعر النبطي من الصغر كان البرنامج الشهير لابن شلاح، برنامج التلفزيوني لابن شلاح حق مضارب البادية. نعم. اللي كان والله أنا أتمنى أن هذا البرنامج يعني استمر لفترات طويلة، الحقيقة ظهر هذا اللون اللي هو الشعر النبطي من خلال الشعبية كبيرة جدا. بس يمكن مثل ما ذكر رمزي يعني قلة البرامج في ذلك الوقت، يعني الموهوبين والشعراء كثير، فالفرصة ما تكون يعني مفتوحة للجميع. الآن أصبح الجميع لديه فرصة، الموهوب خاصة ربما أنه
يعني يقدم نفسه في هذه ونتمنى والله يكون زي البرنامج اللي ذكر الأخ أحمد الأستاذ أحمد، إنه مثل برنامج الشاعر المعروف بن شلاح، إنه يعاد البرنامج ذا ويبقى، لأنه هذا فيه ناس يعني أطفال أشبال متعلمين تصير بعضهم يأخذوا عن طريق وراثة، عن طريق موهبة. نتمنى إنهم يعني. وكانت القصيدة تروي قصة وتاريخ. نعم صحيح. تاريخ منطقة وتاريخ بطولة حدثية. نعم ابن فلان وابن فلان. أكيد تنتقل أخبار هذا الرجل وبطولاته، وهذه في الأخير حتكون قدوة إذا كان فيها خلق نبيل، وإذا كان فيها فروسية، إذا كان فيها نخوة، إذا كان فيها حماية جار. نعم. القصائد القديمة مثل رمزي والإخوان يعني فيها معاني جميلة، فيها معاني جميلة، وفيها كما ذكر الأستاذ أحمد تحكي قصة، تحكي واقع. يعني الشاعر أول يكتب على موقف يعني، وكذلك الشعراء الآن يكتبون على موقف، على شيء يعني يحرك شعور الشاعر. لأن الشاعر أول كان هو ربما يعني وزارة الإعلام للقبيلة. نعم يعني نعم. هو رسالة العرب أول، صوت العرب هو يتواصل القبيلة اللي عندها شعر قوي، يعني هذه تكون مهابة الجانب يعني. نعم. طيب أنا أشوف إنه هذه السهرة يعني بعد إذنكم نسمع من أخونا هشام، طالما إن إحنا هذه الحلقة من المدينة المنورة الله يعمرها، نسمع حاجة عن المدينة. أخونا هشام وختامها يا نعم ما طلع من أرض الحجاز، يا نعم ما طلع من أرض الحجاز، نعم القدوم، نعم القدوم، ونعم ذاك المطلع. نظر المدينة والنخيل تحفها، نظر المدينة والنخيل تحفها، نظروا لطيبة ونور أحمد يسطعون. تعذرونا للصوت كذا شوية اليومين هذه أفرح. صلى على النبي. الحمد لله. واقع أنا سعيد جدا بوجودي معكم طبعا، وكانت سهرة خفيفة طبعا. الشكر الجزيل لكل ساهم في هذه السهرة من المدينة المنورة، وإن شاء الله نكون وصلنا صورة عن شباب المدينة، وكل في مجاله من الشعر والجسيس والمخرج. الشكر الجزيل للمخرج جميل القحطاني، شكرا لوجودك معنا. الله يديك العافية. شاكر مقدما. ونشكر الشاب الجميل الجسيس هشام النهاري. الله يخليكم إن شاء الله. طبعا شاعر الشيلة، بسميك شاعر الشيلة، حبيبنا رمزي السحيمي. رمز القادم موصول لكم من الأخوان جميعا، ومن المخرج الأستاذ جميل والأستاذ هشام والأستاذ أحمد والأستاذ عبد الرحمن. أشكركم جزيلا على استضافتكم لنا جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، طبعا أتينا لختام هذه السهرة وهذه الحلقة من برنامج سهرة من بلادي، التي أتتكم من هنا من طيبة الطيبة من المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام. نرجو إن شاء الله أن تكونوا قد قضيتم وقتا ماتعا معنا من خلال هذه السهرة. نلقاكم إن شاء الله دائما على الخير. شكرا للضيوف الكرام، وهذه تحايا فريق برنامج سهرة من بلادي، إعدادا وتقديما الزميل أحمد أبو عزة، ومحدثكم عبد الرحمن عبد الله الرويس. ولكم أجمل تحية من مخرج برنامج سهرة من بلادي أحمد الفريدي. نلقاكم إن شاء الله دائما على الخير في أمان الله. في أمان الله. شكرا لكم. واسم على الساعدين، نفس على بدني، واسم على الساعدين.